اهلا اهلا انسه روعه. يا اهلا وسهلا مرحبا. تفضلي. ولا اللي خلينا نقعد ماشي الحال. الحقيقه يا انسه روعه الله يعطيك العافيه، برنامجك جوله الكاميرا عامل جو حلو واصداء واسعه بالاوساط الفنيه والشعبيه والثقافيه كمان. هذا كله بفضل دعمكم وتشجيعكم استاذ. نحن ما بندعم الفاشلين يا انسه روعه، وانت بتستاهلي، لانه التشجيع اذا ما كان بمحله بيتحول لسخريه، والدعم اذا ما انعطى للي بيستحقه بيتحول لهدر مجاني. يعني انت يا روعه لو ما كنتي مذيعه ناجحه ومعده موهوبه وبتمتلكي حضور لطيف ولسان مطواع وسرعه بديهه، ما كانت الاداره سلمتك هيك برنامج مهم. شهادتكم وسام على صدري استاذ. هذا الواقع، وانت بتعرفي انه الاداره ما بتعطي ثقتها لمين مكان. شو القصة استاذ فؤاد؟ شايفتك اليوم عم تمدحني كتير، ليكون بدك تخطبني. حلوة، شفتي شلون أجوبتك طريفة وذكية؟ هذا هو الحضور اللطيف اللي عم بحكي عنه. على كل حال رح فهمك شو القصة وشو مبرر هالمديح الفجائي. حلقتك الجاية يا روعة من برنامج جولة الكاميرا إمتى بتصادف؟ 22 بالشهر. وهالتاريخ شو بيعني لك؟ يوم المبدع العالمي طبعا. عظيم جدا. وبيوم المبدع العالمي مو معقول ما نحكي عن أديبنا الكبير وروائينا الفذ فاتح مسالكي. معك حق استاذ، خاصة انه اخذ جائزة الحالوش الذهبي لمبدعي العالم الثالث. ومو معقولة كمان الأجانب يحتفلوا بروائينا الكبير ونحن العرب نطنش ونعمل حالنا ما معنا خبر، مو حلو النوب. ويا ترى الاجانب عطوا الاستاذ فاتح مسالكي جائزة الحالوش الذهبي لسبب سياسي ولا لتميز كتاباته فعلا؟ معلش آنسة روعة، خلينا نحتفظ بآرائنا الشخصية لأنفسنا وما في داعي نتعمق بهالمسألة. دي ام سي عندها خط إعلامي محدد ومن واجبنا نمشي بموجبه. على كل حال قررت إدارة دي ام سي تخصيص ساعة تلفزيونية كاملة ومن خلال برنامج جولة الكاميرا للأديب فاتح مسالكي. هالشي بيسعدني كتير استاذ. على فكرة انا من اشد المتحمسين للاستاذ فاتح. عظيم جدا يا روعة، وهالحماس هاد بيساعدك كتير لتعملي عنه ريبورتاج حلو. لا وانت شوفي اسمه ما أحلاه، فاتح مسالكي، يعني مختصر باسمه كل الدول العربية. فاتح، الفاء فلسطين، الألف الأردن، التاء تونس، الحاء حضرموت، مسالكي، الميم مصر والمغرب وموريتانيا، السين سوريا والسعودية والسودان، والألف الإمارات العربية، مسالكي لام لبنان وليبيا، الكاف الكويت والياء اليمن. فعلا استاذ، بتصدق اني ما انتبهت لهالقصة؟ وغير هيك ومثل ما هو معروف أديبنا فاتح مسالكي ولدان بتمه معلقة من ذهب، يعني غني وعنده ضياع وأملاك وعز وجامع المجد من أطرافه. يا سيدي الله يهنيه، بيستاهل. المهم روعة، بإمكانك تلتقي بضيعته مع جيرانه، أصدقائه، أقربائه، اطلعي على الضيعة وخدي أحاديث من أهل الضيعة عن طفولته، شبابه، خصوصياته، يعني بالمختصر ما بدك مين يوجهك، أنت لحالك بتعرفي هالشي. ولا يهمك استاذ، باذن الله رح تستلم ريبورتاج شامل. أرجو ذلك يا روعة، وأرجو كمان أن تكون لقاءاتك كلها على مستوى جائزة الحالوش الذهبي. مفهوم استاذ. من امتى ممكن ابدا؟ من بكرة إذا حبيتي، وبتمنى تكون جميع المواد على طاولتي هون يوم الثلاثاء. ثلاثة بيكون كل شيء جاهز استاذ. عظيم جدا، الله يعطيك العافية. بالمناسبة الأستاذ فاتح جاي لعندي هلا، بعد 5 دقائق. أهلا وسهلا أستاذ، يا ميت مرحبا لك، إنه بذكرك. أهلين أديبنا الكبير. يا ميت مرحبا، أهلا وسهلا. يا ميت مرحبا، آسفين نحن عم نستضيفك هون بورشة العمل، بس على كل حال يعني نورت الفضائية بوجودك. يعطيك العافية. الله يعافيك، يا أهلا وسهلا أستاذنا. أولا تهانينا على الحالوش. أنو حالوش؟ قصدي جائزة الحالوش الذهبي الأدبية يلي حصلتوها بالمهرجان. سيدي الله يهنيك، الجماعة حبوا يكرمونا وما بنقدر نقول لهم لا، لأنه التكريم بالنهاية مو لشخصي، إنما تكريم للأدب وتكريم للعرب. ما في شك. بالمناسبة أستاذنا بعرفكم على مذيعتنا الشابة الآنسة روعة فرحان، صاحبة برنامج جولة الكاميرا الشهير. وسهلا، تشرفنا. الحقيقة أنا من معجبي هذا البرنامج. هذا لطف منك استاذ.
أنا بتسمحوا لي بتريد شي مني؟ لا 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 ابدا، تفضلي. بالإذن. اهلا وسهلا استاذ. الحقيقه نحن حابين بمحطه الدي ام سي انه نعمل معكم مقابله ولقاء يعني شبيه بالروبورتاج، فاذا سمحتوا، ولهالسبب حبيت استضيفك هون بمحطه الدي ام سي. يا سيدي تشكر، هذا بادرة طيبة لا شك، بس أنا مثل معروف عني أنا ما بحب اللقاءات وإجراء المقابلات الحقيقة. استاذنا نحن ما رح نعمل معكم حوار، بس انما المذيعه رح تطلع على ضيعتكم وتلتقي بالناس وخلي هالناس تحكي عنكم، ويلي له عشي ليش لحتى يزفر ايديه؟ إذا هيك ما في مانع. يعني اهل الضيعه اذا حكوا بيوفوا بكفوا. إيه ما في مانع، بس الحقيقة لي طلب صغير. مروا استاذ. بتعطوني أسماء كل اللي بدكم تقابلوهم قبل ما تقابلوهم إذا ما في مانع. من عيوني استاذ، تكرموا. شغله بسيطه، رح خلي الانسه روعه تعمل جوله تمهيديه قبل التصوير وتجيب لي اسماء اللي رح تعمل معهم المقابله. عظيم، هيك بيكون أحسن. المهم استاذ، شلونكم؟ شو اخباركم؟ شو اخر انتاجكم؟ الحقيقة الموسم هالسنة مضروب، وخاصة التفاح والعنب كمان شرحه، لأنه الدودة هلكتني الحقيقة. الموسم كله انضرب من قفا هالدودة. عفوا استاذ، انا بقصد انتاجكم الادبي. بالحقيقة إنتاجي الأدبي خافف هالأيام، هي كل القصة. بالمناسبة بتعرف لي قديش بيكلف البيت البلاستيكي بالغوطة؟ جاهز عامر؟ تفضلي. أعزائي المشاهدين، برنامج جولة الكاميرا انتقل إلى قرية تل الرمان مسقط رأس الكاتب الكبير فاتح مسالكي، حيث التقينا مع أحد أقرباء الكاتب. ممكن نتعرف عليك بالله؟ إيه، أنا أبو عجاج، ابن خالته الأستاذ فاتح، وهو بيكون ابن خالتي. أنا مختار هالضيعة هي. طيب ممكن تشرح لنا شوي عن هالبيت؟ إيه ما في مانع. هذا هو بيت الأستاذ فاتح، بيت قديم كتير، بناه الجد الأول للعيلة. تفضلي تفضلي. بهالبيت هاد ولد الأستاذ فاتح على إيد الداية أم عزات سنة 1927، وكان يوميتها سمك الثلج أكثر من متر، وبيت أم عزات براس الجبل. إيه نعم براس الجبل، ولهالسبب طلعوا شباب الضيعة على الحصنة جابوا أم عزات وولدت فاتح. ويا ترى الولادة كانت سهلة ولا صعبة؟ والله ولادته كانت معسرة. طيب ممكن تحكي لنا شوي عن طفولته؟ إيه ليش لا. شايفة هالباحة هي؟ هون كان يلعب بالدحل وهو صغير، وهون كان في شجرة كان ينط ويتعربش عليها ليخرب عشاش الطيور. ها، وهي طابة الشرطيط يلي كان يلعب فيها. حظكن قوي لساتها لهلا. خذ كلوز للطابة. وهالقفص كان يربي فيه حمام وطيور. ليش كان يحب الطيور والدواجن؟ كان أحسن كشاش حمام بهالضيعة. وهذا شو عمو؟ هذا كركر خيطان كان يعملوا عرباية ويلعب فيها بالحارة. أعزائي المشاهدين، هذا هو الكركر الذي كان يلعب به كاتبنا الكبير في طفولته. ترى ما هو أثر وانعكاس طفولة الكاتب على نتاجه الروائي؟ سنحاول إلقاء الضوء على هذه النقطة. تابعوا معنا، نحن ما زلنا معكم. أنا الداية أم عزات، أم عزات يلي ولدت فاتح مسالكي. طيب شو كان شعورك وانت عم تولدي هيك شخصية مهمة؟ كان صبي عادي مثل صبيان هالضيعة، ما كنت عرفانة إنه حيصير مهم، ولما بحكي للناس إني أنا ولدته ما حدا بيصدقني. طيب شو شعورك هلأ بعد ما صار مهم؟ بصراحة فرحانة كتير كتير، لأنه إيدي تباركوا بلمس جسم فاتح مسالكي. طيب شكرا كتير ويعطيك العافية أم عزات. الله يعافيكم يا رب. أعزائي المشاهدين، برنامجنا لم ينتهي بعد، ابقوا معنا. أعزائي المشاهدين، في هذه المدرسة درس الكاتب الكبير فاتح مسالكي في المرحلة الابتدائية. هنا مارس نشاطه الأول، هنا كتب مقالته الأولى، هنا ترعرعت مواهبه المبكرة، هنا جلس على مقعد الدراسة للمرة الأولى. تابعوا معنا. أنا كنت مدير هالمدرسة هي من حوالي 40 سنة، طبعاً تقاعدت من كم سنة.
بس بتذكر تماما التلميذ فاتح مسالكي هون على هذا المقعد كان يقعد، وحافر اسمه بالمسمار على المقعد. شوفي، فاتح المسالكي. كمان حافر اسمه بالمسمار على حيط المخبر. على فكرة هوايته كانت الحفر بالمسمار على المقاعد وعلى الحيطان. يمكن من هون بديت مواهبه بالكتابة تظهر. يعني فينا نقول إنه بداياته كانت بالكتابة على الحيطان أستاذ؟ ايه نعم، فيك تقولي هيك شيء. طيب شو بدك تخبرنا كمان عن كاتبنا الكبير؟ تفضل يا ستي. يا ستي، هي المرحة أخذها لما كان بالصف الرابع. أكيد أخذها بالعربي. لا، أخذها بالعلوم، لأنه كان ضعيف جدا بالعربي. يعني ما حدا كان متوقع أنه يطلع كاتب، كنا متوقعين يطلع طبيب أو مصارع. ليش كان يلعب مصارعة؟ إيه، كان عامل الباحة حلبة مصارعة. تصوري هذا الكأس ربحه لما كان بالصف الخامس. أخذ وقتها بطولة المدارس بالمصارعة الرومانية. أعزائي المشاهدين، ها نحن نكتشف تفاصيل هامة عن حياة الكاتب الكبير فاتح مسالكي. ابقوا معنا فما زال في جعبتنا الكثير. الأستاذ فاتح ما كان ياخذ اللحمة إلا من عندي. ويا ترى عم تتوصى فيه؟ ولو الأستاذ فاتح عزيز على قلبنا كتير. طيب ممكن نتعرف على طريقته باختيار اللحمة؟ إيه على راسي. طلع بالكاميرا إذا سمحت. إيه يلا على راسي. هو يعني بدي لكم إنه الأستاذ فاتح كان مونون شوي، يعني أصعب زبون عندي. إيه ما كان يطيق ريحة الدهنة، وما يحب اللحمة إلا هبرة 100%، وكمان ما يحب إلا أفرم له إياها على السيخ. ليش؟ قال لأنه إذا فرمت له اللحمة على الماكينة ما بيستطعم فيها. ممكن نعرف شو أكلته المفضلة؟ الكباب. نقطة ضعفه بهالحياة الكباب، وما ياكل الكباب إلا من تحت إيدي. كنت أفرم له هالهبرة يلي كنا أعلو اللحمة قبل بيوم بالثوم والخل، وادعك له إياها بقى سيدي بهالبصل والبقدونس، ومدله إياها على رغيف خبز، وشممها ريحة النار تشميم. ودوق يا أستاذ فاتح. ترى ما علاقة الكباب بالنزعة الواقعية التي يمتلكها أدب فاتح مسالكي؟ ابقوا معنا فنحن ما زلنا معكم. أنا كنت شوفه كل يوم وهو طالع من البيت. طيب ممكن تحكي لنا تفاصيل أكثر عن سلوكه اليومي؟ كان يفيق الصبح وهو متنشط على الآخر، وكان يوقف على باب بيته لحتى يلقط كم نفس نظيف، ويعطس عطستين ثلاثة ويتلفت حواليه مشان لحتى يشوف أهل حارته. كان يسلم عليهم واحد واحد بعمره وحياته، ما نسي واحد لا صغير ولا كبير. وبعد ما يسلم على أهل حارته كلهم كان يروح لعند أبو العز الحمصاني حتى ياكل صحن فول باللبن مع شقفتين مخلل وعرق نعنع ورغيف خبز تنوري. وبعد الفطور كان يشرب كاسة زهورات كبيرة ويدخل نفس أرجيلة تنباك عجمي بالقهوة. ولإمتى بضل قاعد بالقهوة؟ يعني للساعة 2 ونص، وإذا ما تغدى هنيك بيرجع بيتغدى بالبيت. على فكرة أنا ما قلت لك، الأستاذ شاطر كتير بالطبخ وبيطبخ لحاله، نفسه طيب كتير على الأكل. وبعد ما يتغدى بينام ساعتين 3، وبعدها بينزل من البيت وما بيرجع للساعة 10 على التوقيت الصيفي و9 على التوقيت الشتوي. طيب شكرا كثير على هالمعلومات القيمة. لا العفو، بدنا خدمة تحرز. أعزائي المشاهدين، الآن وبعد أن حصلنا على هذه المعلومات القيمة عن حياة الكاتب الكبير فاتح مسالكي في قريته، ننهي هذا البرنامج بهذا اللقاء مع أحد الشباب. وشو رأيك أنت؟ بدك الصراحة؟ الناس زودوا الحكي كتير عن الكاتب فاتح مسالكي. صحيح هو ابن ضيعتنا، بس موهبته عادية، لا وأقل من عادية كمان. وفي كتاب شبان أفضل منه بكتير، وكتاباته كتير إنشائية، لا فيها خيال ولا إبداع ولا تجديد. ولا تنسي إنه كتاباته كلاسيكية بوقت بيتطلب التحديث والمعاصرة، ومتزمت ومتعنت بوقت بيتطلب كسر القوالب القديمة والتحديث. بعدين الإعلام عاطيه أكبر مما بيستاهل بكتير. وعلى كل حال هي عادتنا بإعلامنا العربي، يعني كل ما بينجح له عمل فني أو أدبي بنطنطن له وبنعطيه هوامش أكتر مما بيستاهل بكتير. يعني صدقيني اللي أخذوا جائزة نوبل للآداب إيمان عمل لهم اللي انعمل لفاتح المسالكي. شو هاد؟ ليش هالمفروس عم يحكي هيك؟ على حساب قلت لي انك شفت المقابلات قبل المونتاج قبل ما تنعرض الحلقة. صحيح،
واخذت الاسماء كلها، وانا مستغرب مثلك شلون بيطالعوا هيك شخص بدون ما يقولوا لي. على كل حال بدي هد المحطة تبع الدي ام سي فوق راس صاحبها، انا فرجي. وليش عمل هيك مدير المحطة؟ انا بعرف. وهذا الشاب شو اللي خلاه يحكي بهالطريقة؟ معلوم، طبعا بده يحكي هيك. أوف. ليش؟ لانه هذا الشخص الوحيد من بين كل يلي طلعوا بالمقابلة ما قبضته مصاري.